السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد كمال في عن تجربة شخصية. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. حد بعت لي وقال لي: يا أستاذ أحمد، وربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الداء خلق الدواء. كلام مظبوط مظبوط. طب ليه النرجسيين والنرجسيات ملهمش علاج؟ سؤال مهم، ده اللي نعرفه النهارده في الحلقة. بصوا يا جماعة، النرجسيين والنرجسيات زي ما في دواء وفي علاج، زي في مرض وفي علاج، في كمان ملائكة وفي شياطين. في ناس أهل خير وفي ناس خليفة الشياطين على الأرض. في قوى الخير وقوى الشر. فتخيلوا كده، لما يعني على صيغة السؤال، يعني إن ليه الشيطان ما بيؤمنش؟ ما هو كفر وتكبر. ها، تكبر وكفر. كان من العاصين لربنا سبحانه وتعالى. هل ينفع بقى الشيطان يتوب دلوقتي؟ ازاي يعني؟ هل ينفع النرجسي؟ هو ربنا ظلمني العبيد؟ يعني هتبقى كل الاستنزاف والإنهاك والتعذيب للضحايا ده، والخيانة والغدر والظلم، هيبقى سهل كده؟ لا. هوبا يلا على الله يسر. تعالوا بقى نشوف التكوين بتاع النرجسيين والنرجسيات وايه السبب في الكلام دوت، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية عشان نشوف التكوين بتاع النرجسيين والنرجسيات. هما ليه ما بيتعالجوش؟ بصوا يا جماعة، النرجسيين والنرجسيات عندهم التهابات مزمنة. التهابات مزمنة في اللوزة العصبية، أو اللوزة الدماغية، أو الأميجدلا اللي موجودة في المخ. الالتهابات المزمنة دي بتسبب لهم ارتفاع في نسبة الأدرينالين والكورتيزول، الهرمونين اللي خاصين بالتوتر. بيخلوهم طول الوقت حاسين بالخوف، حاسين بالشك، حاسين بالريبة. طول الوقت عندهم شكوك وأوهام وتخوفات. طول الوقت بتاكلهم دماغهم التهابات مزمنة. طول الوقت بيفكروا، طول الوقت بيفكروا. النرجسيين والنرجسيات سعادتهم ومتعتهم في تعذيبكم. فتخيل كده معايا، ناخد الأول صفات النرجسيين: أناني، ما بيحبش غير نفسه، إله نفسه، أدي واحد. متكبر، ما بيعترفش بالغلط، ما بيعتذرش، ما بيغفرش ولا يسامح. دي صفات شياطين يا جماعة، دي صفات شياطين. تعالي وتعالى أسألكم سؤال: إزاي إن أنا يكون قايم سعادتي أو انبساطي أو وقودي على تعذيب الآخرين وأنا أناني؟ يعني معنى كده إيه؟ إن أنا عشان أعالج نرجسي أو نرجسية، إن أنا أقول لهم بس هوب، لو سمحت ما تنبسطش ولا تاخد وقود وتعذب. أيوه، لأن هو عدم تعذيبه ليكم عذاب ليه. عدم تعذيبه ليكم عذاب ليه. فهل تعتقد حضرتك وحضرتك ان النرجسيين والنرجسيات هما بالاخلاقيات دي تكبر، انانيه، عدم غفران وعدم مسامحه، عدم اعتذار، عدم اعتراف حتى بالخطأ، تبرير حتى الخيانه، ظلمه، مفتريين، حراميه، نصابين، افاقين، مرائين؟ هل تعتقد حد بهذا الكم الهائل، كم هائل
من الموبقات، كم هائل من الظلم للناس. سؤالين بقى، هل تعتقد ان ربك ظلام للعبيد بعد ما عذب كل الناس دي هيسيبه؟ هل تعتقد ان فرعون انطغى وتكبر وقال انا ربكم انا ربكم الاعلى؟ م? وهامان وكل الناس دي انها تيجي كده تقوم قال لك خلاص انا هبقى كويس وانا ده هو. دي واحد. نمرة اتنين، هل تعتقد ان النرجسي والنرجسية بالله عليكم هيوافقوكم وهيبطلوا تعذيب فيكم عشان يخفوا ويبقوا كويسين ويعذبوا نفسهم؟ ما هو سعادته، حياته مبنية على تعذيبكم، ينهي حياته يعني علشانكم؟ يا سلام. ده مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ لذلك يا جماعة، النرجسيين والنرجسيات علاجهم قائم على إيقاف تعذيبكم، وإيقاف تعذيبكم يعني عذابهم، يعني إن هم يبقوا عايشين معذبين. هل تعتقد إن النرجسي اللي معاكي والنرجسية اللي معاك هيتعذبوا عشان يتعالجوا؟ هل تعتقد إن المتكبر ممكن في يوم من الأيام إن هو يعترف بالخطأ وإن هو يروح أصلا إنه يتعالج؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده مين اللي قال لكم الكلام ده؟ ده أنا لما ببقى قاعد كده أسمع لتيودور، لنيس كارتر، سام فاكنين، لدكتور رماني دول فاسولا، دكتور فن، توماس أندرسون، أقعد أسمع لهم كده. وبعدين في ناس كمان وحد هندي كده بيتكلم في موضوع النارسستيك، مفيش حد فيهم من العلماء بتوع بره دول بيتكلم إن في علاج. أنا ما بسمعش موضوع إن في علاج ده غير إن الإخوة اللي بيتكلموا في الموضوع دوت ويقصدون بهذا، أنا بنبهكم أهو، فالإخوة العرب والإخوة الزملاء، في بعض الإخوة والزملاء بيتكلموا إنه يمكن علاج النرجسي من النرجسية. لما بسمع حد من الإخوة العرب بيتكلم في كده وطبيبة المشاهير من الضحايا مثلا دكتورة رماني الفاسولة بتقول عالجت الكثير والكثير من الضحايا. دكتورة رماني دي من أكبر الدكاترة اللي موجودين في العالم، وهي في نيو جيرسي في أمريكا، واخدة زمالة في جوهانسبرج، واخدة عدة زمالات يعني. لما بتيجي تتكلم تقول عالجت الكثير والكثير من الضحايا وفشلت في علاج حالة نرجسية واحدة، واسمع الجماعة العرب هنا يقول لك والله أنا بحاول مع واحد نرجسي إن أنا أعالجه. إيه يا عم ده؟ إيه يا عم؟ أنت بتتلاعب كده بالناس، أنت بتدي للناس أمل في الشيطان. تخيلوا كده يا جماعة، واحد بيتكلم بيقول لك أنا من كتر ما أنا قريب من ربنا الشيطان ابتدى يهتدي معايا ويظهر لي وابتدى يهتدي تاني ويرجع لربنا وبتاع. انت هتصدقه؟ حضرتك هتصدقيه؟ الاستاذ اللي هناك اللي عمال يسمع ما بيشيرش ده ولا بيساعد حد، حضرتك هتصدقه؟ الاخت اللي بعد ما شافتها راحت محوله ما كملتش الفيديو عشان تشوف مدام ناديه بتعمل الكيكه ازاي، حضرتك هتصدقيه؟ هل ينفع للشيطان ان هو يهتدي؟ صح؟ يا جماعه الافكار دي افكار ناس ملحده. يقول لك انا حاسس ان الشيطان ده افكار نرجسيين. يقول لك انا حاسس ان الشيطان كده هيجي يوم القيامه هيحصل بقى مفاجاه وربنا يسامح الشيطان ايه ده يا جماعه ده كله مكتوب. هو ربنا ذاكر في القران ان الشيطان ده ليه توبه؟ ولا قال ان هو اعوانه هيبقوا في جهنم وليهم مكان معين ووصف المكان؟ بلاش الخيال العلمي، افلام الخيال العلمي الامريكي والانجليزي والفرنساوي تاخدكم وتفتكروا ان هم ممكن يبقى لهم علاج.
الشيطان ملوش علاج. الشيطان ما بيتعالجش، الشيطان بيكابر. الشيطان بيقول انا طبعي كده وانا احسن حد في الدنيا. بيبقى ريحتهم معفنه. على فكره يا جماعه، النرجسيين والنرجسيات ريحتهم معفنه، وكل ما يتقدم بيهم العمر ريحتهم بتبقى اعفن واكتر، اعفن واكتر، اكثر عفانه، اكثر قذاره، اقل نظافه. دول النرجسيين والنرجسيات. ناس متكبرين، ناس الههم نفسهم، ناس منافقين ومرائين، الخفيين منافقين ومرائين، بيعملوا ان هم بيصلوا وهم ما بيؤمنوش اصلا. ناس بيمسكوا القران وهم انجاز. تبقى واحده عندها البريود تمسك المصحف والله العظيم ده عادي. يبقى واحد لسه عامل عاده سريه، انا احلف لك على المصحف، يمسك المصحف كده لا يمسوه الا المطهرون. وانتوا لسه بتفكروا ان الناس دي ممكن انها تتعالج. تعالج ازاي؟ ازاي المتكبر، ازاي الشيطان يتعالج؟ حد يقول لي كده، ازاي الشيطان يؤمن؟ ازاي قوة الشر في الدنيا تبقى مؤمنة وترجع لربنا وتتعالج، وترجع بقى تعتذر بقى وتتوب بقى وتروح لكل اللي اذيتهم بقى يعني. يعني النرجسي مثلا يعني نمله مثلا بتاع 70 80 واحدة، وضيع مستقبل ناس وخلى ناس مش عذراوات، ويروح لهم بقى يلف عليهم بقى يقول لهم سامحوني وبتاع وانا ممكن اعوضكم. والنرجسية بقى اللي خانت جوزها وخانت شرف الرباط المقدس اللي بينها وبين جوزها، بالقول وبالشات وبالفعل وكل حاجة، تروح بقى لجوزها وتقوم معيطة في حضنه ويقوم واقع بقى، واقع بقى وبتاع ويسامحها. وبعدين أول ما تجيله يقوم ضاربها قلمين وتقول له بحبك، يقوم ضاربها التاني فتقول له برضه بحبك وكده. إيه يا جماعة الفيلم ده؟ يا جماعة النرجسيين ملهمش علاج، إن عندهم التهابات في اللوزة العصبية، الأميجدلا اللي موجودة في الدماغ، في الفص، التهابات مزمنة من التفكير والسيطرة، حب السيطرة. مارسين أساس روحهم في السيطرة، أساسهم في السيطرة، هم داخلين يسيطروا عليه وياخدوا المصلحة. يعني تبقى أنت معدي كده، واخد بالك النرجسية بتقوم يعني تشوف مصلحتها إيه، معاك فلوس، معاك عربية حلوة، تبقى أنت معدية كده يقول لك ها مصلحة ولا مروحة؟ هو رأى في المصلحة، في إن هم يسيطروا على المصلحة وي- ويشفطوها ويلحسوا في الطبق بتاع المصلحة. فانت هتعذبهم عشان خاطر يتعالجوا؟ لا طبعا. هم عايشين عشان يعذبوا، سادين. يا ريت بلاش الاسئله اللي هي كده دي. ودينا انا قلت لك حاجه تانية، ان هم ما عندهمش رحمه، عندهم نقص في المنطقه الرماديه يا جماعه، نقص في المنطقه الرماديه الخاصه بالمشاعر الايجابيه، الحب، الرحمه، التعاطف، الاخلاق، الضمير، م? الاصل مع الناس، صون الجميل، الامتنان. نقص، ما عندهمش عمرو تعاطف. ادي صورة المخ بتاعهم، بص عامل ازاي. يعني اللي على اليمين ده المخ بتاعهم، بص اللي على الشمال ده، بص الفرق المنطقة عاملة ازاي، بصوا هنا عامل ازاي وهنا عامل ازاي. نقص في المنطقة الرمادية. والنقص ده على فكرة عامل زي المواد اللي انت بتاخدها. لما تاخد، يعني انت جسمك بيبقى فيه نيكوتين، فانت لما تشرب سجاير المخ يبتدي يقل من فرز النيكوتين، يبتدي ياخد النيكوتين من السيجارة بتاعتك، فما يفرزوش. هم برضه من كتر القسوة وعدم الرحمة، يعني انا تفتكروا ان هم يا عيني ده عندهم، بص يا عيني ده عندهم ديفو، يا عيني ده غصب عنهم. لا طبعا، الحاجات دي بتبقى من كتر القسوة وعدم الضمير والحب، تعذيب الآخرين والسيطرة على الناس وإنهاكهم واستنزافهم، بيتحولوا لكده، بيتحولوا لكده. يعني هما مش مخلوقين كده يا عيني بديفو، زي واحد مخلوق مثلا ما ابكم ما بيتكلمش، او مثلا اصم ما بيسمعش. يا سلام، يا سلام.
لا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وخلقه في أحسن تقويم. هما من كتر القسوة وعدم احتياجهم للتعاطف و- و- وشهادة الزور وكل الموبقات، كل الموبقات يا جماعة، كل الموبقات. فالمادة ما بتفرزش المادة الرمادية عندهم اللي فيها كل المشاعر الإيجابية. كل المشاعر اللي جواهم مشاعر سلبية: حقد، حسد، غل، غيرة، قسوة، انتقام. عرفت ليه النرجسيين ده بيساعد لهم علاج؟ يا رب السؤال ده ما يجيلي تاني، ويا رب ما يجيلي من ضحايا عايزة تطلع أي مبرر عشان تكمل، عمالة تبرر. هما ما بيتعالجوش؟ طب ده يعني ده ديفو، ده عنده ديفو كده، استحمله بقى عشان أعرف. وهي متعلقة، مدمنة، متعلقة ومدمنة. يا ريت تفوق، تفوق لنفسك إن الحياة قصيرة أوي، الحياة قصيرة. احنا قوم آخر الزمان أعمارنا من السبعين. هتفوقي إمتى؟ الساعة 6؟ فوق، وفوق، فوق يا أستاذ عشان كرامتك وعشان ربك. أنت والراجل أنت اللي في إيديك القوامة. ما ينفعش تكمل مع واحدة خاينة، والله العظيم 3 خاينة. أقسم بالله ما في نرجسية ما خاينة. في دكاترة وفي زملاء يقول لك لا لا مش، أصل الخيانة دي إنها تفكر أو تعمل شيء. لا، كل النرجسيات، كل النرجسيات لو جالهم الفرصة إن هم يخونوا لن يترددوا لحظة، بس اديهم الفرصة، اديهم المكان، اديهم المساحة. فاحرم برجولتك ونخوتك نعش من النرجسية. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو الحلقة عجبتكم يا ريت تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس، تشتركوا في القناة وتشيروا، تنقذوا حد.